الموتوسيكل اللي قدامكم ده يعتبر اسرع موتوسيكل ديرت بايك، بيجيب من 0 ل 60 في 3 ثواني. تخيل منزلين موتوسيكل اوف رود كهرباء بتبريد ميه. لو بتحب بقى الموتوسيكلات وليك في المغامرات وبتحب تعرف كل جديد في السوق العالمي مش المصري، فخليك متابع الفيديو لغايه الاخر، لان احنا النهارده في ايكما 2025. زي ما انتم شايفين كده، ده كده الدخول بتاع ايكما، وشايفين بقى الدنيا عامله ازاي. ده لسه كده في البدايات. عالم الموتوسيكلات ده بجد متعه، والنهارده ده اكبر ايفنت بيضم كل شركات العالم، اي حاجه تتخيلوها، الصين، اليابان، الفرنسويين، كل حاجه في كل المجالات عموما بتاعه الموتوسيكلات، حتى السبير بارتس وكمان الهلمت. ما تفوتش الفيديو، اسمع مني ما تفوتش الفيديو ده. انا عايز اوريك حاجه غريبه ومش هتشوفها، ولازم تشوفها هنا. ليه؟ النهارده انا في البوث بتاع شركه كنام، ركز في الكلمه دي، وهوريك حاجه غريبه وعجيبه. تخيل منزلين موتوسيكل اوف رود كهرباء بتبريد ميه. انا عمري ما سمعت الموضوع ده، والله عمري ما سمعت الموضوع ده. ازاي؟ زي ما انت شايف كده اهو، ادي شكل الانجن، ده شكل الانجن، ده هنا البطاريات جوه. خلاص، بص بقى، ادي رادياتير ميه، رادياتير ميه، متخيل؟ شايفين؟ كنترولر الشحن، دي دايره الشحن وده الكنترول، قربة ميه، متخيل؟ طيب فانا سالتهم سؤال، يا جماعه بجد والله هو ينفع موتوسيكل يبقى كهرباء وبتبريد ميه؟ قال لك فعلا، لان البطاريات دي لما بيبقى السراوند حواليها ميه، ايه اللي بيحصل؟ بتدي اداء كويس جدا للبطاريات، ان هي تديك هاي بيرفورمانس، وكمان ان هي تحافظ لك على اللونج تايم بتاع البطاريه. يعني جوه البطاريات دي في زي خلايا الميه بتدخل حواليها بتبرد البطاريات. الموتوسيكل ده بقى ايه هو؟ اهو اسمه روتكس. تمام. الموتوسيكل ده خطير 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 خطير. انا عايز اوريه لكم، معلش ممكن نروح نشوفه هناك، معلش اتعب معايا شويه عشان انت هتتبسط والله. بصوا كده الروتكس من شركه كنام. مبدئيا كده الموتوسيكل ده نازل لفئه الديرت بايك. الموتوسيكل اللي قدامكم ده يعتبر اسرع موتوسيكل ديرت بايك. ليه يا اسامه؟ لان الموتوسيكل ده بيجيب من 0 ل 60 في 3 ثواني، حرفيا في 3 ثواني، 3 ثواني بس، من 0 ل 60 في 3 ثواني. ايه رايك؟ طبعا بطاريات ليثيوم، نازل بمساعدين مقلوبه، فوانيس LED، كل حاجه تتخيلوها في الموتوسيكل، كل حاجه. بصوا 1 ارم، حاجه رهيبه. واقصى سرعه ليه بيجيب 140، والشحنه الواحده بتمشيك 160 كيلو متر في الساعه. تعالوا نبص عليه بقى، هو منور، بص السكرين قد ايه عبط. بس ده الديزاين اللي هو من غير انجن جارد. انا عايز اوريكم الانجن جارد، المشكله اللي هو الانجن جارد هو الوحيد اللي محطوط فوق، فهاخد لك لفه حواليه. اهم حاجه ما تنساناش في اللايك والسبسكرايب، عشان دايما نفضل بنوريك كل ما هو جديد في عالم الموتوسيكلات. الرادياتيرات اهي يا جماعه، الرادياتير اهو، ادي 1 2، نفس الماكت اللي احنا كنا شايفينه. قصه سلام.